يا دكتور، ايه هي البروبايوتيك؟ انت عماله تقول لنا بقالك كام يوم بروبايوتيك بروبايوتيك. ممكن ما تكروتيناش وتقولي لنا يعني ايه بروبايوتيك عشان نفهم اصلا انت بتتكلمي على ايه؟ صباح الخير. السؤال ده جالي من حد مهم جدا متابع الصفحه، انا نفسي بهتم جدا اقرا الكومنتات بتاعتها، وانا جايه النهارده مش هكروتك وهقول لك بالتفصيل الممل يعني ايه بروبايوتيك. البروبايوتيك دي هي البكتيريا او الخماير النافعه الحيه. دي بتبقى موجودة، دي خلقة ربنا خلقها لنا، موجودة في الجهاز الهضمي خاصة الأمعاء. شغلتها ايه؟ هي المسؤولة عن الهضم، هي المسؤولة عن امتصاص كل الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الأكل، عشان لما توازنها بيختل بتلاقي جسمك بالكامل بدأ يعني عندك احتياج دايم للفيتامينات. مجرد وجودها مهم جدا لامتصاص كل فوائد الأكل. طيب ايه اللي بيبوظها؟ ايه اللي بيخليها ما تنفعش؟ ايه اللي بيقلل كفاءتها؟ الاكل الغير صحي، السكر طبعا، المواد المصنعه طبعا، المواد الحافظه، الزيوت المهدرجه، كل دي المشروبات الغازيه طبعا حدث ولا حرج، دي بتجيب اجلها تماما. طيب هي ليه مهمه عندنا؟ انت جايه اشتغلي ايه هنا؟ انت ايه اهميتك عشان احنا نبتدي نفرد لك الاهميه دي كلها او نقعد نتكلم عنك بالمنظر ده؟ لا، اهميتها كتير. اول حاجه اهميتها في الجهاز الهضمي، هي المسؤوله عن الهضم وامتصاص كل الفيتامينات اللي اوريدي بتحرك جسمك، اللي هي بتخلي الاكل اللي بتاكله ليه لازمه اصلا او ليه فايده. بتحسن الامساك والاسهال، مفيش غازات ولا انتفاخ، ما بيحصلش اصلا طول ما هي موجوده بكامل كفاءتها. الحركه عموما بتاعت الجهاز الهضمي بتختلف، ما بيبقاش فيه قولون عصبي، يعني طول ما الهضم شغال بكفاءه كامله ما بيحصلش اصلا ان بيبقى فيه قولون عصبي اصلا. اتنين، مسؤوله عن المناعه. 70% من مناعة جسمك بتبتدي من الجهاز الهضمي. لو الجهاز الهضمي شغال بكامل كفاءته، اولا ما بيحصلش تكرار للعدوى، ثانيا ما بتلقطش العدوى السهله البسيطه، يعني مش كل حاجه تعدي جنبك بتلقطها وتبتدي تعيا منها. تالت حاجه، الجسم بيقدر ان هو يبني نفسه تاني بعد العدوى، ويقدر ان هو يعمل اجسام مناعيه، ويقدر ان هو يحارب اي ميكروب سواء فيروس او بكتيريا او اي حاجه موجوده. تالت حاجه مسؤوله عن المزاج، المود، الكورتيزول. في علاقة أصلا بين الأمعاء أو بين الجهاز الهضمي وبين المخ اسمها gut brain axis. طول ما البكتيريا النافعة موجودة بكامل كفاءتها، المود بيبقى كويس. أصلا السيروتونين الهرمون بتاع المزاج العالي ده بيتكون كمية كبيرة منه جدا في الأمعاء، فلو البكتيريا النافعة دي مش موجودة ما بيتكونش. البكتيريا الضاره لو عددها زاد بتبتدي تبعت فيك سيجنالز للمخ ان في مشكله، فبالتبعيه المخ بيبتدي يعلي من افراز الكورتيزول جدا، فتلاقي جسمك وجعك، مكسر، متوتر، ما بتنامش، اعصابك تعبانه، تاكل وبعد الاكل تلاقي نفسك مش قادر تتحرك. مجرد انك تاكل اي اكله دسمه او حاجه محتاجه هضم شويه جسمك كله بيحط وما بتبقاش قادر انك تتحرك من مكانك. رابع حاجة وأهم حاجة، دعم مقاومة الأنسولين والوزن. طول ما البكتيريا النافعة دي قليلة بتبتدي مقاومة الأنسولين تزيد، وعليه وزنك ما بينزلش، وتبتدي تتكون عندك كمية دهون غير طبيعية، تلاقي وزنك بينزل دهون، بينزل عضلات وبيطلع دهون. آخر حاجة، لما بتيجي تاخد مضاد حيوي، طبعا معروف ان المضاد الحيوي هو مش سيلكتيف، هو مش داخل ينقي، هو بيشوط كل اللي قدامه، اي نوع بكتيريا سواء نافعه او ضاره. مجرد وجود البكتيريا النافعه بكميات مناسبه ده بيخليه بعد ما بتخلص المضاد الحيوي، اولا وقت المضاد الحيوي ما بيحصلكش الاسهال والمشاكل وتعب الامعاء اللي بتحصل مع المضاد الحيوي لو حضرتك عندك البكتيريا النافعه موجوده بكامل كفاءتها. طيب بعد ما يمشي الكمية دي اللي موجودة من البكتيريا النافعة اللي موجودة بتبتدي تعيد بناء كفاءة الجهاز الهضمي تاني. طبعا يعني هي محتاجة لها محاضرة، احنا مش هينفع نلمها كلها في وقت واحد. ايه هو البروبايوتيك؟ ايه هو البريبايوتيك؟ ايه الفرق ما بينهم؟ طب انا اعمل ايه عشان ازود البروبايوتيك في جسمي؟ هل انا محتاج اخد ادوية من بره ولا لا؟ طب الادوية دي شكلها عامل ازاي؟ مواصفاتها اختارها ازاي؟ هقولها لك بكرة بإذن ربنا، استناني علشان خاطر اولا الفيديو ما يبقاش طويل، ثانيا انا عايزاك تستناني لحد بكرة. لو سمعت مني معلومة جديدة ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تعمل كومنت، افتكر كويس قوي تعمل شير علشان تسمح لناس اكتر ان هي تعرف معلومات جديدة عن حاجات ممكن تكون بتسمع اسمها ومش عارفة عنها. سلام.